الحمد لله رب العالمين. خد بقى، ده اكل بنتك تمام عشان خاطر لما تاكل. هي ما نزلتش ليه؟ ما جاتش ليه؟ انا قلت بقى ناكل الاول بعد كده تتاكلها بنفسك زي ما بتاكلها كل مره. انا هدخل اجيبها عشان تفطر. ماشي. اشيل انا الاكل ده على ما هي تيجي الغندوره بتاعته. هدخل اجيبها. خش يا اخويا هاتها، عمال تدلع فيه. اهلا وسهلا بست العرايس، نورتي السفره يا جميل. تعالي يا حبيبتي هنفطر. ها ميادة هناكل. ماشي يا حبيبتي. عبد الرحمن تعالى يا حبيبي. يلا كلي من بابا بقى يلا. ما نزلتش بدري ليه عشان خاطر تاكل معانا؟ اكل ايه؟ على مهلك، دي على قاعده مهلك. كده الواحد بيتقرف. ما هو قبل ما هي تيجي. لا اله الا الله. شوف بيعمل ايه، شوف بيعمل ايه. بياكلها. هتروح الشركه على لحم بطنك يا حاج. نعم. بقول لك ايه يا اخوي، ما تروح انت الشغل، هو انا هاكلها بايدي. بالله عليك بس لما لغايه ما تشبع. ها حاضر من عينيا عشان الاثنين. مستعجل. انا هروح الشغل مش متاخر. ماشي. البت دي كانت بتاخد الدواء المفروض يعني تبقى سليمه. ايه اللي حصل؟ انا ما فيش دكتور كتب لي على دواء ما جبتهوش. ما تصلي على الحبيب يا انا اخوي. شايف حالتها بتسوق مش بتتحسن. ايه هنكفر بنعمه ربنا؟ بس أنا نقول مش- قدر الله ما شاء فعل. ايوه بس انا مش فاهم ليه كده. انا ما اتاخرتش في اي علاج ولا اي دواء. كل اللي بيتكتب كنت بجيبه. انا بحس ان الدواء بيهدها مش بيبنيها. هي بص المفروض يابا نوديها المستشفى ونسيبها هناك هيعالجوها كويس. لا 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 لا. وبعدين الممرضه دي اللي مشيت دي ايه؟ مفيش واحده ثانيه جايه؟ طلعت يا اخويا ايدها طويله زي اللي قبلها وبتعذبها وبتكلمها بعنف وما هيش مستحملها زي العشرة اللي فاتوا. خلاص ايه خلاص. اسيبها يعني تبهدلها؟ لا 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 انا هتصرف انا في الموضوع ده خلاص مش مشكله. المهم العلاج في الوقت بالظبط والنبي بالله عليكم. يوه ده انا ماسكه لها الساعه ليل ونهار. ربنا يجعله بالشفا بقى. انا مش النبي عارف يا اعمل ايه رب تاني آمين. والله. انا لو في سفر بره هسفرها بره عشان ارخص من الموال ده والله. يا اخويا انت زهقت شكلك كده. الف سلام عليك يا توكل على حبيبتي. الله. الف سلام عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. انا مش عارف. تعالي يا غندوره بقى يا اللي قرفان انت كده. ايه يا اختي، هنقعد ليل ونهار ناكل فيك ونشرب فيكي؟ هو ايه هي شغلانه يا حبيبتي؟ هو انت ايه لا بتخفي ولا بتتكلي عند ربنا؟ ما ترحميني بقى، انا اصلا مش عايزاكي تخفي. افتحي بقك يا بنت، افتحي بقك. ايه اقعد بقى تشرشر وتنزل. يا دي القرف. تقرف كده تي والواحد يتخنق ومش هيفطر على الصبح. خلاص يا عبد الرحمن اهدى. بلا هو انتوا خلاص بلا بتاع، انا هروح افطر بره. كلكم هتسيبوني في الهم اللي انا فيه ده؟ افتحي يا اختي بقك، افتحي بنت، افتحي بنت بقك يا بنت، افتحي. عنك ما طفحتي، خليكي زي ما انت كده. مش انت مش عايزه تاكلي لي زبادي وعماله تفتفي شمال ويمين اهو؟ يلا خدي يا اختي كلي. يا سلام، على اساس انك كده خلاص. يا رب يا رب يستجيب وتروحي بقى وتريحيني. الا قولي لي يا قلب امك، الا قولي لي كده بس، ده هو سؤال صغير. قال انت مثبته في الدنيا ليه؟ علاج وبديك العلاج غلط، اللي بيجيبه ما بدهولكيش. ها قولي لي مثبته في الدنيا ليه؟ هنقعد للصبح على ايه؟ ازيك يا حاج علي؟ يا استاذ اشرف بقول لك ايه صحيح؟ خير، في حاجه ولا ايه؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. البت بنتي ميادة انت عارف انها تعبانه لسه وكده. ربنا يشفيها. هي لسه برضه ما بتتحركش ولا بتتكلم ولا ما اي اعرفش حاجه؟ في ايه. انا رحت لها كل الدكاتره واي دواء بيكتبوه بجيبه، حتى لو من بره ببعت اجيبه. ربنا يشفيها، ده حاجه بتاعت ربنا بقى. انت هتكفر ولا ايه؟ انا حاسس ان صحتها في النازل مش في الطالع، ما بتقدمش ولا خطوه حتى. ربنا يشفيها يا حاج علي. وبعدين اصلا من اليوم اللي حصل ده وانا اصلا يعني شاغله بالي جدا ومش عارف اعمل ايه. ده احنا جبنا يجي 10 ممرضات وكلهم طلعوا وحشين، اللي ايدها طويله واللي العنزه بتاكل كتير قوي زياده عن طب بقول لك اللزوم. ايه يا حاج علي، ما تخليها في اي مستشفى ولا هي صعبان عليك ان انت لا طبعا ما سيبهاش في مستشفى، دي بنتي ما سيبهاش في مستشفى طبعا. عندك حق برضه. انا بس محتاج كل اللي محتاجه ممرضه تكون عندها امانه بس
يكون عندها اخلاص في شغلها، تديها الدواء في مواعيده، مش زي اللي فاتت دي تطنش الدواء ومطنشه الدواء على الاخر. لا انا عايز واحده ملتزمه كده وتبقى طيبه بس عرفت، انت عايز واحده تكون كويسه وبنت ناس، صح؟ وامينه يا ريت. واهم حاجه طبعا الممرضه لو ما كانتش امينه مش هتدي العلاج في ميعاده. بالظبط. ممكن تسرق وتمد ايدها على حاجه، ده ممكن تبيع العلاج من وراك. طب اديك قلت عايزين طيب بقى واحده ماشي. بتاع ربنا بس في بص شغلها. كويس ان انت قابلتني. فيه واحده بنت يعني جيراننا، البنت دي امينه جدا وهي اتخرجت من تمريض السنه دي. طب تبعتها لي النهارده ابوس ايدك. ابعتها لك حاضر. ماشي ابوس ايدك ابعتها لي انا بسرعه. مروح هكلمها لو طلعت ان هي وافقت ان هي يعني بتيجي في، بس انت لا بص فاهم، احنا ما بنشغلش حد عندنا، ده هتبقى عايشه كانها واحده من البيت. لا يعني البيت يعني هي هتبات معاها هتبات معاها ترافقها. بس هتحتاج فلوس كتير قوي دي يا حاج يا باشا اللي هي هتقول عليه هتاخده. ما طيب تقلقش من ماشي تمام. الفلوس. يعني هي بس تشتغل أهم بالشهر حاجة، يعتبر لكم انتوا بس. اهم حاجه الادويه ونظافتها، دي اهم حاجه. لا اطمن، البنت دي كويسه جدا والناس بتشكر فيها. خلاص يبقى كتر خيرك. خلاص ماشي يا حاج. ماشي هستنى النهارده. النهارده ان شاء ماشي الله. متشكر يا استاذ. ابعتها لك على المكتب ولا البيت؟ ابعتها لي على المكتب ونروح سوا البيت. ماشي طيب ماشي خلاص ماشي، يلا سلام ماشي يا عليكم. حاج. عليكم السلام. ياه لسه يا حاج علي بنتك تعبانه، الله يكون في عونك، ربنا يشفى ويشفي كل مريض. هو فعلا الممرضه اللي ما كانش عندها ضمير وتخاف ربنا، لا دي تبهدل الدنيا. يلا. القرف ده وصلت لما ابويا نفسه بيوكلها بايده. مش عارف بيحبها على ايه، ده مقرفه. مش عارف يابا، بس ده حتى اما يزهق عني كاتب لها كل حاجه باسمها، وانا طالع عيني ليل ونهار في الشغل في الشركه معاه ومش شايفني. ما كتبليش حتى فرع من الشركه اللي عندنا، كل حاجه رايحه المياده دي. ده انا بقيت بكرهها كره وانا ما افتكرش بقى. اخيرا وصلت البيت، ربنا يتوب عليا بقى من الشغله دي، بجد تعبت يا رب. من هنا لهنا لهنا، وطلوع ونزول سلالم ودخول عناية وطلع من عناية، بجد الواحد بيشوف حاجات طول النهار. ربنا يتوب عليا بجد. اقوم اغير، ده مين اللي جايلي دلوقتي؟ انا لسه بقول هقوم اغير. حاضر ايوه حاضر. ايه يا ليل؟ ازيك يا استاذ اشرف؟ ازيك اتفضل. عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع كده بس هيطول شويه. ما عشان كده من الاول قلت لحضرتك اتفضل طالما ماشي. جيت لحد هنا يبقى محتاجني في موضوع. اتفضل. معلش انا اسف ان انا جاي لك في الوقت ده. عادي يا بس استاذ انا جاي أشرف. عشان مصلحتك انت. اصل الوقت بصراحه مش مناسب، بس ماشي. بصراحه كده في واحد صاحبي من الناس الاغنياء قاعد في قصر وبنته تعبانه تعبانه بقى لها فتره كده، وعايز حد يوليها يديها العلاج في المظبوط، يعني بالمظبوط كده في الميعاد. يعني عايز ممرضه معاها تعالجها، تديها دواء في ميعاده وتاخد بالها منه. بس خلي بالك مش اي ممرضه، عايز واحده تكون امينه، لانه مجرب ويجي 10 عشان المكان كويس وقاعدين في قصر. انت عارفه الناس دي بيبقى الدهب عندها منطور يمين وشمال والفلوس هنا وهنا. حتى لو ايه يا استاذ اشرف؟ الممرضين اسمعيني بس، الممرضين اللي هناك كل اللي بتروح بتسرق، بتقول في الاول كده ان انا امينه وانا كويسه وبتسرق. اللي ما بتديش العلاج في ميعاده، واللي بتاخد ذهب، واللي بتطمع في فلوس. بقول لك قاعدين في قصر. ان شاء الله خير وهرفع راسك يا استاذ اشرف. بس مفيش في حاجة حاجه هقول لك عليها تاني. اتفضل. هو انت مش هتروحي زياره وتمشي، ده انت هتباتي هناك. لا بيت. لا ابد لا يا استاذ اشرف. لا لقيت ايه؟ بقول لك ناس اغنياء ومصلحه حلوه هيدوك الفلوس اللي انت عايزاه. يا بنت انت باصه تحت رجليك ليه؟ عاجبك يعني التنططه اللي انت انا عماله خايفه الناس تتنططيها لما دي؟ بقيت انا بره البيت يتكلموا. هي الناس عارفاك اصلا ولا حد بيبص عليكي؟ يا استاذ اشرف انا قاعده لوحدي ووضعي حساس، بس عموما انا هروح ابات معاها. بس كده، ما انا عارف كده طب كده ان انت هتوافق. لا اللي هتطلبيه بلسانك هتاخديه، بس اهم حاجه عندي ايه؟ الامانه. ما تقلقش يا ماشي؟ استاذ اشرف. حاضر. لا بقلق في الحاجات اللي زي كده، بقلق عارف ان الناس كلها بتضعف قدام الفلوس. لا حول ولا قوه الا بالله. قلنا ما تقلقش يا استاذ اشرف. المهم انت هتبقى رايحه تبعي، يعني معنى كده ان انت ترفع راسي، واهم حاجه تديها العلاج بالميعاد. حاضر يا استاذ ماشي؟ أشرف. حاضر. اوعى تعملي زي اللي قبلك. عيب يا استاذ اشرف، عيب. حاضر والله هشرفك. حاضر. طيب ماشي، اعملي حسابك ان انت اول شهر كده هتقعدي معاها، ما تطلبيش حاجه، لا هطلب انا إيه؟ اللي هطلب. ماشي؟ يعني ايه ما اطلبش حاجه وانت؟ يعني ما تقولش يعني انت عايزه كام، انا اللي هبقول للحاج علي. طب هو مش المفروض ان انا اللي بطلب؟ لان دي بس عموما ماشي. خلاص ماشي. طب بقول لك ايه، قول لهم ان انا عايزه 10000 جنيه. 10000 10000 ايه يا بنت، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟
ليه يا استاذ ده انت أشرف؟ دايره من المستشفى دي للمستشفى دي اخرك 5000 جنيه. لا يا استاذ اشرف، انا هروح اقعد معاها وهراعيها، وانت زي ما بتقول البنت محتاجه اللي يراعيها ويقف جنبها. فبعد اذنك قول لي بقول لك- 10000. هي 5 حلوه، انا شايف كده انت داخله على هو طمع انت ولا اللي ايه؟ بتقدر تعبي ولا انا اللي بقدر تعبي يا استاذ اشرف؟ خلاص ماشي، هقول له 10000. تمام يا استاذ اشرف. طب يلا بقى بينا. يلا بينا كده ولا كده لسه داخله قدامك. يلا مش نسيبك ترتاح. ادخل. ايه يابا عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك عامل ايه ايه؟ يا حاج؟ اخبارك ازاي؟ الصح ايه الدنيا؟ تمام والله الحمد لله. تمام. الشغل عامل ايه معاك؟ والله ماشي يا حاج الحمد لله. طيب كنت عايز عايز ايه؟ في حاجه؟ لا كنت عايز افتحك في الموضوع يعني بس مش وقته يعني. ايه الموضوع؟ ايه؟ اتكلم. الموضوع اختي يعني على الممرضه اللي هي مشت. بص يا ابني، كذا واحده نجيبها وتيجي تطلع حراميه وايدها طويله وبتاع، وتاخد اللي تاخده، تاخد دهب، تاخد مش عارف ايه. زي امك ما بتشوفهم وبتقول. فانا كلمت استاذ اشرف هيجيب لي ممرضه كويسه. فعايزها يا ابني بص من الاول كده، لو لقيتها ايدها طويله نمشيها وخلاص. طب ما نوديها يابا مستشفى ونريح دماغنا. لا انا بنتي ما تروحش مستشفيات وتتبهدل في المستشفيات. مين هيقعد لها معاها؟ مين هيقعد معاها؟ يا عم هو يابا هم هيخلوا بالها منها يابا. لا لا، انا ممرضه خلاص. انا مكلم اشرف هيجيب لي ممرضه دلوقتي، وروح انت على البيت دلوقتي عشان هبقى ابعتها لك تستقبلها وتشوف كده، تجربها كده من اولها كده. ايدها طويله تمشيها، مش طويله هنخليها نكمل بس. انا مش عارف يا حاج انت تعب نفسك ليه؟ انا في دكتور انا اعرفه في المستشفى كويس جدا وهيخدمنا، وهتقعد هناك بقى ونكبر دماغنا ولا ممرضه تيجي ايدها طويله ولا ممرضه مش عارف ايه، نريح دماغنا. يا ابني ده انت اخوها، المفروض تخاف عليها اكتر من كده. المفروض ما تقولش تروح تغيب عن عينك ازاي وتبات بره البيت ازاي بعيد عن عينك. يا ابني انت عارف المستشفيات بيتعاملوا ازاي مع الناس اصلا. ماشي يا بابا. فاحنا اضمن حاجه نجيب ممرضه وتواظب على علاجها بس. اللي انت شايفه يا بابا. انا مش عارف يا عبد الرحمن، اختك ماده دي تعباني قوي. كل ما اجيب لها علاج يا ابني احس انها في النازل مش في الطالع. ما انت اللي غاوي تعب بقى يا بابا. غاوي تعب ليه بس يا حبيبي؟ يا بابا ما انا قلت لك نوديها المستشفى. يا عم لا، ما هي بنتي مش هينفع ابهدلها. انا ما ينفعش حتى لو انت تعبت اوديك مستشفى وابهدلك ليه يا ابني؟ ما احنا في ايدينا نجيب ممرضه بالفلوس اللي احنا عايزينها ماشي يا حاج. ونعمل اللي احنا عايزينه. اللي انت شايفه يا بابا. روح انت دلوقتي لما يجي اشرف يبعتها لي هبعتها لك تستقبلها في البيت. حاضر يا بابا. هتعوز مني اي حاجه؟ لا الله يبارك لك. انا المكتب ديك ظبطت الشغل اللي فوق كله والشحنات نزلت المخازن. الله ينور عليك. اي حاجه تاني؟ لا الله يبارك لك. انا بحق المدير بتاع شركه اسمها ايه اللي هو الجديد ده. السي تي كي. اتكلم معايا وقال لي شوف الحاج لو كده نمضي معاكم تعود على الشركه اللي هم لسه فاتحينها جديد دي. قلت له احنا ما بنشتغلش مع حد، احنا ممكن تدونا الشركه بتاعكم ندور لكم شغل لحد ما تتسنج وتشتغلوا انتوا فيها عادي. مش فاضيين الكلام ده يا عبده، مش فاضيين الكلام ده اصلا. خلينا باللي احنا فيه الاول، نخلص شغلنا بس ونشوف هم اختك ده نشوف هنحله ازاي. لو هم اختك ده اصلا هم كبير قوي. يابا سيبك من اختي بقى وعايزين نركز في مصلحتنا. لو تخف يا ابني والله البنت دي لو تخف. ماشي يا بابا. افوق والله. هستأذن انا. ماشي يا عبد الرحمن. استنى الممرضه. حاضر يا بابا. لا حول ولا قوه الا بالله. كل واحد يقول لي وديها مستشفى وديها مستشفى. مرمت بنتي يعني على اخر الزمن، وفي الاخر هيقولوا ايه رمى بنته في المستشفى وسابها، ولو حصل لها حاجه يقول لك اهملوا فيها ورموها في المستشفى لغايه ما حصل لها كده. لا انا خلي بنتي تحت عيني، وربك تيجي الممرضه دي تطلع كويسه اللي هيعطيها اشرف دي، تطلع بنت ناس كده وعندها ضمير في الشغل، تراعي بس اوقات العلاج كده وتنظم الدنيا في العلاج عشان بنتي دي تفوق. يا رب اشفي لي بنتي يا رب، اشفيها لي يا رب. دي هي بنت وحيده ولد وحيد. اشفي لي بنتي يا رب. افتحي بقك افتحي بقك، عرفتني في عشتي. امسكي كوري في داهيه. ايه يا اختي تقعدي تكحكحي شمال ويمين يا حبيبتي؟ الدواء ده بقى اللي هتفضلي تاخدي منه لحد اما تقابلي وجه كريم عشان ارتاح منك يا بنت انتي. انا مش عارفه انتي ما بتروحيش وتريحيني ليه. نامي بقى يا حبيبتي مكانك هنا على الكرسي، هو ده مكانك الاصلي اللي المفروض اصلا تكوني عليه، بدل ما اشيل واحط وظهري يوجعني ورجلي توجع. انا ناقصه هم
يا اختي امك راحت وارتاحت منك وسابتك انا ليا ليه؟ هو انا ايه الذنب اللي عملته في حياتي عشان خاطر اقعد مع واحده زيك؟ حرام عليك ارحميني بقى. انت ما بتغوريش ليه؟ ها؟ الا قولي لي انت ما بتغوريش ليه؟ اختي تعبتني يا بت. عبد الرحمن بص ابويا عمل ايه ياما؟ عمل ايه؟ كاتب كل حاجه باسمها هي المقرفه دي. نهار ابوها اسود، كاتب كل حاجه باسمها. ايوه وانا طالع عيني في الشركه ليل نهار وعمال اجيب صفقات من هنا واودي صفقات هنا، وفي الاخر هي اللي تكوش على كل حاجه وهي قاعده على العجله بتاع كرسي كده. وانت ان شاء الله ايه يا ولا خيال مآتة؟ ما انتش عارف تبلفه وتخليه يكتب لك كل حاجه؟ اكن دي اللي ملهاش لازمه في الدنيا دي كاتب لها كل حاجه لكن انت لا. ياما ما انا قلت لابويا، قلت له يابا تعالى بعد اذنك يا حاج نوديها مستشفى ونسيبها هناك. مستشفى ايه يا موكوس؟ مستشفى ايه اللي عايز توديها لها عشان يديها العلاج الصح يا ولا وتقوم تقف على رجليها وتقش بقى يا حلو فعلا كل حاجه وترمينا بره احنا الاثنين؟ اوعى نكون وكلتيها زبادي بايديكي. ايه يا عم روح بقى بلا زبادي بلا بتنجان. الناس بتقعد لا وبعدين بقى هو النقص عرفك انت التاني؟ انت رجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ ايوه خلصت الشغل ياما وابويا قال لي روح روح انت. طب خلاص يا ما اخويا. انا رجعت بحق انا هشوف الممرضه الجديده وابويا قال لي خلي بالك شوفها يعني. ايه؟ ممرضة؟ هو واقف ساكت يا موكوس مش تقول لي عشان اعمل حسابي؟ روحها بقى ياما مش كل حاجه ضرب كده. جايبها منين ده هي الممرضة دي؟ مش عارف بس هنشوفها كده لما تيجي. ابويا قال لي شوفها انا اللي هشوفها يعني ايديها طويله ولا لا. ماشي مالكيش دعوه انت بقى ياما ما تطفشش زي كل مره اما نجيب ممرضه تطفشيها. ماليش دعوة بيها وتيجي يا حبيبي وتديها العلاج الصح وتقوم لنا زي قرد قطع. ما تقلقيش انا عوض عليك يا رب. ما تقلقيش ياما انا هتصرف انا بقى في وقتيها. اتصرف انا وفي وقتها؟ كنت اتصرفت قبليها يا اخرة صبري. هقول ايه؟ المهم معايا يا اخويا خلينا نزح التلقيحه دي ونخمدها على السرير. ازاي مين؟ يا واد ظهر اتقسم، يا واد ظهر اتقسم حرام عليك قسما برب العز. لو كنت جبت ذكر بط كان نافع. ذكر بط بقى كنت رأيك. بعتيه وكنت كلتيه ياما. أيوة. انا ما مش ذكر بط، انا نافع نفسي بالعافيه. ما انتش نافعني يا موكوس. لعلمك بقى انت اول ما تشيليها هتعفص ايديكي كلها الزبادي والحاجات اللي هي قربي يا اخرة صبري، قربي يا اخت. قربي ايه؟ والنبي لا خليكي زي ما انت اتخمدي كده زي ما انت حلو. ولما بقى يجي ابوك الشملول ابقى اقول له راحت عليها نومه. ادخل. ادخلي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ممكن اقعد؟ اتفضلي. ازيك يا حاج علي؟ ازيك يا حاج اشرف؟ الممرضه اللي كلمتك عنها. اهلا وسهلا. بنتي أهلاً بحضرتك. شاطره جدا، شطاره امانه كل بص بصي يا كل اللي بنتي بيقول عليها. انا بنتي دي اعتبرها اختك. طبعا. انا بس اهم حاجه مواعيد الدواء طب والاكل. استنى يا حاج علي خلوا النقطه دي بعدين. ايه؟ انت عارف طالبه كام؟ كام؟ تعرف عايزه تاخد كام دي؟ كام؟ 10000. يا عم 10,000 في الشهر مش مشكله. 10000 في اليوم. نعم اليوم. في اليوم؟ ايوه. ليه يا بنت انت مفكره نفسك ايه؟ هو حضرتك حضرتك ممرضك احيانا. بعد اذنك يا استاذ لا، لا، اشرف لا. انا ما اسمحلكش. يا حاج علي استنى ده عايز انا اللي بمرض مش بس. حضرتك عشان حضرتك انا تحكم على موافق شغلي. انا موافق مش مشكله يا بنتي. يعني انت موافق على كده يا حاج انا علي؟ موافق يا بنتي خلاص. يا سبحان بس انا اهم حاجه عندي يا بنتي بصي اهتمام ببنتي دي. في عيوني يا حاج. مواعيد الدواء بتاعتها، اكلها، نظافتها، واهم من ده كله الامانه يا بنتي. طب بص يا تمام. حاج علي، من ناحيه الامانه اطمن انا اضمنها لك. ان عملت اي حاجه تعالى قول لي شوف انا هعمل لك فيها ايه. لا ان شاء الله يا بنتي مفيش حاجه باذن الله. تمام انا هحطها لك في يا عيوني بس انا سيدي. محتاجه اعرف شويه حاجات عنها. سمعهم على معلش بقى، وجوههم. معلش انا في شغل بس رايح عنه. ليه ما انت قاعد اقعد اشرب حاجه طيب. لا لا حبيبي تسلم الله طب يخليك. خلاص انا هاخدها عارفه انا هتقيم ها. وعرفني اي غلطه عرفني قول لي حاضر. بس هي انا قريبتك؟ غلطت في كذا. قريبتك؟ ما انا قلت لك يا حاج علي البت دي جيراننا 10000 دي كتير قوي عليها مش عارف هي طلبت كده ازاي. معلش يلا مش مهم. يا استاذ اشرف كان بيقول لي ان حضرتك محضر لي يعني حاجات عن مواعيد تفاصيل علاجها عن حياتها عايشه مع مين ايه تعبها. بص يا بنتي دي بنتي بس مش من مراتي، من مراتي الاولانيه. تمام. وانا مخلف من مراتي دي اخوها عبد الرحمن. تمام. وعايشين كلنا في بيت واحد. حصلت لها كده ظرف كده فقعدها يعني ممكن اعرف الظرف ولا صعب؟ لا مش صعب ولا حاجه. ظرف نفسي فخلاها توصل لكده. بالظبط. طيب حضرتك عرضتها على دكتور قال لك ايه؟ عرضت على دكاتره كتير. تمام. كل الدكاتره بتكتب نفس تقريبا العلاج يعني.
تمام. والعلاجات في اصناف مثلا مش موجوده، تبقى موجوده بره ببعت اجيبها نفس الاصناف ونفس المواعيد. بس ساعات بقى بتتلخبط في العلاج، ممرضه تيجي ما تديهاش علاج في مواعيده، ممرضه تيجي عشان معلش كده ما تزعلش مني يا ممكن- بنتي، يعني في لو مؤاخذه في ايديها طويله، واحنا بنحب الامانه طبعا. ما تقلقش يا حاج من الناحيه دي، ما تقلقش خالص. اما بالنسبه هي اسمها انسه ايه؟ مياده. بالنسبه للانسه ميادة ما تقلقش عليها. طب هي لما بتاخد العلاج بيبقى في تحسن وكده ولا؟ العلاج كان في البدايه كان في تحسن، بعد كده فجاه لقيت العلاج ما بيجيبش نتيجه خالص. ازاي مش حضرتك موديه عند دكتور كويس؟ دكتور وكان متابعها وكان كل حاجه. اسمه ايه طيب؟ مصطفى الشرنوبي. ايوه عارفاه طبعا، غني عن التعريف. المهم، فانا لما لقيته بيكتب لي علاج والعلاج بدا يعمل تحسن، خلاص تابعت معاه. فجاه لقيت العلاج حسيت ان العلاج بيضرها مش بيفيدها. ازاي دكتور مصطفى عمره ما يكتب اي بدن لا العلاج، ما انا كل ما اخد العلاج لحد يقول لي لا العلاج مظبوط، بس ما اعرفش هل ده نفسي مثلا، عامل نفسي هي اللي والدتها تعبها. مش معاها حضرتك قلت لا لي؟ والدتها متوفيه. طب علاقه يعني مراتي بيها لا كويسه جدا، بتعاملها كويس جدا يعني. تمام. انا بس حبيت افهم شويه تفاصيل عنها عشان لما اروح ابقى عارفه اتعامل معاها. شوفي هقول لك على حاجه، انا وافقت على الشرط اللي انت قلتيه وعلى السعر اللي انت قلتيه، مش عشان ان انا مش لاقي ممرضات، لا ممرضات كتير. انا فاهمه. انا عشان عاوز واحده تلتزم فعلا، تبقى ده شغلها، مهما اي مؤثرات حواليها ملهاش علاقه الا بده. تمام اوكي، بس خليك متاكد والله ان فعلا انا طلبت ال 10000 في اليوم على حسب تعبي انا وعلى حسب حاله المريضه. انا مش هبقى ممرضه بس، انا تقريبا هبقى ممرضه وداده. ده المفروض يعني. طيب شفت بقى، يعني انا مش انا على اهم حاجه حاجه عندي بنتي تبقى نظيفه دايما. ايوه نضيفه، لا مبلوله حاجه ولا حاجه متوسخه ولا إن شاء الله وشها خير. ملحوس ولا الحاجات دي كلها. ان شاء الله. عايز بنت كده هي هتشوفيها بصي هتخش قلبك، هي اول ما تشوفيها هتخش قلبك. ما شاء الله. فبس للاسف هو نصيب بتاع ربنا، انا راضي بيه والله، مش وبحمد ربنا على كل خير حاجه. يا حاج، ربنا يشفي لك، شكلك راجل بس محترم. صعبان عليها جدا يا بنتي والله، يعني مع عروسه زي كده وجميله جدا شاء وملاك الله، تعتبر ما شاء يعني. الله، ما شاء الله. وتبص تلاقيها قاعده على الكرسي بحاجه مش قادره تتحرك ولا تتكلم، ده بيقطع فيا. ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اساعدها إن شاء الله. طيب ممكن عنوان حضرتك؟ لا ولا؟ انا هاخدك واروح على طول، يلا. طب يلا بينا. بقول لك يا عبد الرحمن، اهلا استاذ اشرف، عامل عامل ايه؟ ايه؟ ازي صحتك؟ تمام والله الحمد لله. انا جبت لكم ممرضه كويسه قوي، لسه موديها لابوك في المكتب. الممرضه الجديده اللي انت اللي بعتها يعني؟ بس ممرضه ايه؟ امينه؟ طبعا اهم حاجه الامانه. انا قلت لابوك لو عملت حاجه تعالى وقول لي. بس في حاجه بقى عايز اقول لك عليها. اتفضل يا استاذ اشرف. هو انتوا فلوسكم كتير قوي كده لما ابوك عايز يديها 10000 في اليوم؟ ها، ده انا ابويا ده انا ابويا ممكن يصرف عليها اكتر من كده بكتير. انت مفكر ال 10000 دول بالنسبه له حاجه يا استاذ اشرف؟ للدرجه دي؟ ده اكتر من كده كمان. بقول لك يا استاذ اشرف، ابويا كاتب كل الورث باسمها هي، كمان ده روحوا فيها. ايوه يعني. طب وهي اختك دي بتتحسن ولا هي زي ما حسن هي؟ ايه؟ ده هو عمال يصرف عليها ومفكرها هتقوم وهي ولا تقوم ولا هتعمل. طب امال ليه المصاريف دي كلها؟ بيحبها بقى وروحوا فيها، والشغل اللي انت عارفه ده يا استاذ اشرف، هنعمل ايه طيب؟ طيب عامة مش هنقدر نتكلم معاه، دي بنته برضه وهو بقى اللي شايف مصلحتها فين. صح يا استاذ اشرف. المهم الممرضة الجديدة دي زي ما بقول لك كده أمانة تمام. بس حلو أنا يعني. مستكتر 10000 عليها البنت، ما ده بتتنطط في جميع المستشفيات. عايز اقول لك ما بتعملش غير ب 3000 ولا 2000 جنيه في اليوم. يا استاذ اشرف اهم حاجه البت تبقى كويسه بس وحلوه وخلاص، يعني الدنيا تمشي. خلاص ماشي يا عبد الرحمن، يلا. عايز حاجة؟ السلام عليكم. والله كويس. طول ما من طرفك يبقى هتطلع بنت حلوه يا استاذ اشرف، انت ما بتجيبش حاجه وحشه، انا عارفك. بس انا مش عارف ابويا ليه بيعمل كده. 10000 جنيه 10000 جنيه، ده انا في مره بقول له هات 5000 جنيه كان هي. ماشي يابا ماشي. اتفضلي يا بنتي، تعالي اتفضلي اهي. ايه ده؟ هو اللي منيمه كده؟ يا وفاء، يا عبد الرحمن، يا وفاء، ايه اللي منيمه كده؟ ايوه يا حاج. ايه اللي منيمه كده في الطريق في الصاله كده؟ ابدا يا اخويا، خدت العلاج وراحت في النوم، فبصراحه انت عارف ان انا ما اقدرش اشيلها لوحدي، فما قدرتش اشيلها وصعبت عليا ان انا بهدلها وهي نايمه كده. طيب فقلت اسيبها نايمه على الكرسي. الممرضه الجديده اهي. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبي؟ ودي ميادة بنتي يا بنتي. يلا طب يلا ساعدوا بعض كده وندخلوها جوه تنام. طب اصبر بس يا حاج، اهدى ما تخافش، ده هي نايمه رايحه في النوم، ما تخافش يا اخويا. دي مامتها يعني مراتي، اهلا وسهلا بحضرتك. وده اخوها عبد الرحمن. ماشي. هم دول اللي انت هتعيشي هنا معانا بقى، فاهمه؟ وهتخلي بالك وتتابع زي ما قلت لك بقى. ماشي يابا ما تقلقش، انا هخلي باله برضه معاها هنا كده زي ما انت قلت راحت في لي. النوم بتاخد العلاج، فراحت في النوم فقلت حرام ميادة، ابهدلها يعني. ميادة، فاهماني؟ ميادة، راحه في النوم عايزه تنقل. ميادة،
طب اصبر بس يا حاج علي. مياده مياده حبيبتي. فاقت اهي، شوف فتحت ميادة. عيونها الجميله. ايه يا ماما نمتي هنا ليه؟ ما نمتيش جوه ليه؟ يلا بصي دي ليل بصي انا ليل الممرضه الجديده بتاعتك. اهي. ماشي هجيب لك ممرضه جديده تفضل معاكي بقى على طول ان شاء الله وهتستمر معاكي. هتبقى معاكي ما تقلقيش. ماشي. ايه ده بنبكي ليه من غير عياط؟ مالك طيب؟ مالك يا حبيبتي بس لو تنطقي تقولي لي في شكلها ايه؟ شبه الملايكه يا استاذ علي زي ما انا قلت لك والله انا قلت لك يعني. ما شاء الله عليها. حضرتك ممكن تقعدي معايا وتعرفيني شويه تفاصيل عن ميادة؟ اكيد طبعا معلش. اكيد. انا هعرفك انا اللي هعرفها، اسكت انت. ماشي. ووقت علاجها والعلاج اللي بتاخده كده؟ بصي انا هقول لك على المواعيد كلها، واقول لك على اكلها وشربها وعلى كل حاجه، ما تقلقيش خالص. خلاص تمام ماشي. اتفضل انت يا حاج. خلاص بس دخلوها الاول بس تخش حاضر، يلا. اكلم بس الممرضه كلمتين ونطلعها. اتفضل طيب ماشي انت. يلا انا طالع على فوق. ماشي يا اخويا. ما تقلقيش انا معاكي. وانا معاكي. اسمعي بقى يا استاذه، انت اسمك ايه؟ اسمي ليه؟ بصي بقى يا استاذه ليه، عشان خاطر تفضلي معاها هنا وما تسيبهاش خالص، اصل انا حبيتك لله في لله، قلبي كده ارتاح لك. طب ممكن حضرتك بس انا عايزه اقول لك على حاجه. لا ما تقلقيش، ما انا زي والدتك. طبعا. عايزه اقول لك على حاجه. اتفضل. مواعيد العلاج هقول لك عليها، والاكل هقول لك عليه، وكل حاجه هقول لك عليها الا العلاج ذاته. العلاج نفسه انا اللي بجيبه من بره وهديهولك تديهولها. ماشي يا اما انا هجيب لها انا العلاج بالراحه مش كده. انا او انت يا ولا، المهم العلاج اللي نجيبه هي اللي تاخده، مش حاجه تانية. ايوه باين عليها محترمه وان شاء الله يعني. انت كويسه؟ هي كويسه ان شاء الله هتبقى ميادة كويسه. انت كويسه؟ يلا يا حبيبتي ساعديني كده نطلعها فوق، نطلعها قصدي ندخلها جوه اوضتها. يلا يا ماما يلا تعالي. ممكن تسيبيني يعني معاها؟ ما انت هتبقي معاها في اوضتها براحتك بقى. طيب اتفضلي. يلا يا ماما يلا حبيبتي. ما يلا. تقلقيش. ما تفسح كده يا حبيبي. اتفضلي يا اما. ما تقلقيش يا دكتوره، هي بس ام جديده شويه يعني، ما تقلقيش هتتعودي بس معلش. لا عادي حصل خير. ماشي يلا العظيم باين عليك عسل. على مهلك على مهلك. شطوره. تقلقيش. خدي بقى يا حبيبتي اديها الدواء ده. يلا. طب بصي هي شكلها مزمزقه، ممكن تسيبيني معاها وانا هديها لها ما تقلقيش. من اولها هسيبك معاها؟ لا طبعا مش هسيبك غير لما تاخد الدواء. بصي حضرتك هو مش حضرتك قلتي لي اديها الدواء اللي انا هديهولك؟ ايوه. وانا ما تقلقيش هديلها الدواء والله بس بالراحه يعني. لا انا عايزه اشوفها بعيوني وهي بتاخد الدواء. والله هديهولها يا فندم. ما حبيبتي. تقلقيش دي مسؤوليه عليا انا. يا حبيبتي لازم اطمن عليها، لازم اطمن انها خدت الدواء. يا فندم والله هديهولها بس بالراحه وبالسياسه هديهولها. ممكن بعد اذنك تسيبيني معاها؟ هديهولها والله. هتاخد الدواء والله إيه؟ اكيد يعني مش هديهولها يعني اضرها. ماشي. اكيد لازم هديهولها. اتفضلي يا ماشي. فندم اتفضلي. ايه بقى يا ميادة؟ مش عايزه تاخدي الدواء ليه؟ والله تاخدي الدواء طيب. طب يا ستي بلاش خلاص ناخد الدواء. بس قولي لي مالك. اهو بس اهدي، ممكن تهدي خالص. تعبني. تعبك؟ تعبني. تعبك؟ تعب. قصدك ايه؟ فهميني اكتر. هو مش العلاج ده علاجك انتي ولا ده علاج غلط؟ ارجوكي اتكلمي، انت كده بتحطيني في حيره وبتسيبيني. انا عايزه افهم بالظبط العلاج ده صح ولا غلط؟ تعبني. تعبك؟ طب خلاص اهدي مش هديهولك ما تخافيش. اهدي حاولي تنامي وتهدي وترتاحي وما تقلقيش مش هديهولك. تعبها؟ يبقى اكيد في حاجه غلط في العلاج ده. هي يا ترى بقالها بتاخد العلاج ده قد ايه؟ انا هشيل شريط البرشام ده معايا عشان لما مرات باباها تسالني اقول لها انا اديتهولها. بس البنت دي لازم يتسحب لها عينه. ماشي هرجع لك تاني. الممرضه الجديده دي عبد الرحمن بنت عسوله كده بس انا بصراحه اول ما شفتها ارتحت لها يعني. يا عبد الرحمن ارتحت لها ولا دخلت دماغك؟ يخرب بيت دماغك. يلا هنشوفها بس هيجي منها ولا لا. وعادي يعني ابويا قال لي خلي بالك وشوفها، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ هي دخلت جوه عوض كده. خير في حاجه؟ بعد اذنك كده بس انا مش عارفه البيت بعد اذنك بس. ازاي حضرتك؟ بقول لك يا استاذه بعد اذنك معلش كنت بس عشان انا سامعه
لسه واخده العلاج قريب. انا لسه ميادة؟ اه انا اخوها عبد الرحمن. اهلا وسهلا. انا الكل في الكل هنا. طب هو انا سالت حضرتك مين؟ لا مش حضرتك، انا مين؟ انا بقول ايوه انا سالتك حضرتك تبقى مين؟ لا باين على حضرتك كده انك عنادية على فكرة. لا والله انا مش عناديه. اه طب بص، انا بصراحة كده يعني انا اول ما شفتك ارتحت لك، حسيت ان انت بنت يعني امورة وهتسمعي الكلام. بص يا استاذ، انا مش من البنات اللي بتيجي بالاسطوانات والكلام الحنين وانا معجب بيكي وانا ما شفتك وانا مش عارفه ايه والحبتين دول تروح تضحك عليهم واحده لسه في كي جي 1. ماشي؟ بعد اذنك كده يا استاذ، بعد اذنك. بعد اذن حضرتك انا بتكلم معاكي. العلاج اللي اللي انت هتعزيه لاختي انا اللي هجيبه، تمام؟ والله الست والدتك تحت تقريبا، كنت حضرتك برضو واقف وقالت لي علاج ميادة انا اللي هجيبه وانت تديهولها. هو في ايه في العلاج ده بالظبط؟ انت شويه والدتك شويه، في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة حضرتك، بس يعني يعني بالراحة شوية مش كده. طب بص يا استاذ، عشان حضرتك انت هتاخده مرتبك مني انا. بص عشان انا خلقي والله ضيق جدا، اخده من مرتب من حضرتك من والدك، اخده من مطرح ما اخده. المهم ان بس علي بس كده. وعلى فكره عيب، على فكرة عيب انت اللي في بيتنا. شكلك ابن اصول وبتفهم في الاصول وانا في بيتكم. طب بص يا دكتور، بعد اذن حضرتك يعني انا بتكلم معاكي، ما بلاش تقولي لي ايوه يعني عايز ايه؟ لخص. حضرتك لو عايزه تمشي اتفضلي، الطريق مفتوح عادي اتفضلي، بس انا ماشي. بتكلم مع حضرتك، انت الممرضه هنا انت وبتقبضي بتعلي صوتك فلوس. ليه؟ انت ما تعليش صوتك، انا اعلي صوتي. حول الله يا رب، ده مجنون ده ولا ايه؟ بقول لك ايه، شكلك مجنون. اخ كرشتك. بقول لك ايه، ابقى روح اتعالج بقى. اتعالج. لما تيجي تعالجينا يا دكتور. قليل الادب. ده باين عليها تقيله قوي يا ده عبد الرحمن، مش هتيجي سكه. بس انا مش هسيبها برضه، هي بصراحه كده دخلت دماغها اكتر، ما طلعتش زي البنات السهله اللي هي دوكهم برضه. ايوه البنات السهله بتتغش كده في البدله والشغل، وتيجي داخل عليها بالكلمتين تلاقيها خلاص. نعم دي ده كانت ناقصه تضربني في بيتنا. الله يخرب بيتها، مش عارف استاذ اشرف ده. يا حاج مالك يا اخويا كده؟ مالي ايه بس؟ بنتي ميادة بنتي تعبها ده. مش عارف اعمل ايه، عايز اسفرها بره. سفرها بره؟ تتعالج. لا يا حبيبي ما تسافرش بره، هتبعد عني. هو ما ضمنش مين اللي هيعالجها ولا مين اللي ياخد باله منها ومين اللي ينيمها ويلبسها ويسرح لها شعرها وياكلها ويعمل لها كل حاجه. لا 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 لا، ده مهما كانت بنتي برضه. هو انا ما جبتهاش من بطني لكن انا اللي مربياها. في ايه يا حاج؟ ايوه يا حبيبتي ماشي، انا فاهم ده، بس انا عايز يعني اعمل حاجه، اعمل موقف، اوديها حته تتعالج كويس. هتتعالج يا اخويا، مش انت يهتموا جبت بعلاجها. ممرضه اهو. انا جبت الممرضه دي واشرف جايبها لي عشان تهتم وتيجي. ايوه وبعدين بتاخد العلاج بتقل الموضوع مش بيتعالج. اول ما جبنا العلاج مش كانت اتحسنت شويه؟ بالظبط. ما هو اصل انا لما سالت بقى العلاج ده للاعصاب، فبيرخي الاعصاب كده عشان تفضل نايمه عشان خاطر تقوم بنشاط ان شاء الله. صحيح بيطول شويه بس ان شاء الله هتكون احسن. انا مستغرب يعني ازاي كده. اسمعني يا حاج، دلوقتي الممرضه اللي جت دي اهم حاجه عندي انها تسمع كلامي. اكلها بامر مني، شربها بامر مني، العلاج اللي هتاخده بامر مني. ايوه يا حبيبي طبعا انت عارفه كل التفاصيل دي طبعا. ما انا بقول محدش عارف التفاصيل دي الا انت، اكتر واحد عارفاها يعني. هتعمل لي فيها دكتوره لا بقى لا وتعمل لي فيها مش عارفه ايه لا وتمشي الكلام بمزاجها. لا وفاء بقول لك ايه، بالله عليكي انا مش عايز يكون الموضوع ده متقل عليكي ولا حاجه ببنتي وكده يعني. اخصى عليك يا حاج علي، على اساس انها مش بنتي. بعد السنين دي كلها بتقول لي كلمه زي دي؟ ليه كده يا حاج؟ انا بقول لك لا، انا بدعمك، بقول لك انا بتقل عليكي. دعمني؟ لا ما بتقلش عليا ولا حاجه ابدا، ما حصلش الكلام ده. معلش يا حبيبتي يعني انا بتكلم كده، بس انت شايفه حاله بقى مياده من سيء لاسوء. يا حاج انا بعمل لربنا. الله يبارك لك يا رب، وكله يبقى في ميزان حسناتك ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. المهم انا هتوكل على اروح مشوار بس سريع كده. رايح فين يا اخوي؟ معلش عندي مشوار مهم هخلصه تبع الشغل يعني. طيب ماشي. هخلصه وابقى اجي، وانت لو في اي حاجه تخص مياده، علاج ناقص، اي حاجه كلميني على طول. ما تقلقش خالص. تسلمي لي يا رب. ما تقلقش، انا هنا اصلا ليها هي بس. ربنا يبارك لي فيك يا رب. خليك. ماشي، ويقدرك كده ويصبرك ويخليكي دايما في كتفي كده يا رب. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه القرف ده؟ ايه مش هخلص منك انت وبنتك؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ده انا قلت انا هاخد بقى فلوس واكوش دهب وتكتب لي حاجة انا والواد.
انما اتضح ان كل حاجه حاططها باسم دي، باسم المشلوله اللي ملهاش لازمه دي. وفي الاخر قال ايه؟ اخدمها؟ لا يا حبيبي، اخدمها ايه؟ يخدمها ملك الموت ان شاء الله. دي بقى يا حبيبي تقعد كده زي قلتها، وافضل انا اديها العلاج اللي انا عايزاه عشان تفضل كده لغايه لما تقابل وجه كريم باذن الله، ونقرا عليها الفاتحه. يا حبيبتي يا مياده، ما كانش يومك. انا لازم اخد تحليل عينه من ميادة، واخد تحليل عينه من البرشام ده، واطابق الاتنين ببعض، واشوف البرشام ده هو السبب في ان ميادة مش قادره زي باباها ما قال، وعلى طول نايمه وعلى طول دايخه وعلى طول ما بتتحركش، هو اللي مسبب لها الشلل ده ولا لا. بس يا ترى حتى لو هو كده مرات باباها بتعمل كده، اكيد في سبب ورا الحوار ده ولازم افهمه. وعشان افهمه تمام كده، تعالى انت هنا خلينا احنا طلع البرشام اللي انا ما اديتهاش ليه كده، ونشوف من مرات باباها حويطه قوي. ايوه تعالي انت هنا اهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. ميادة، ميادة عاملة إيه؟ أنت كويسة يا حبيبتي؟ إيه ده إيه ده؟ أنت إيدك بتتحرك. الله أكبر، الله أكبر، إيدك بتتحرك ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. إيه ده إيه ده؟ أنت إيدك بتتحرك. حركي يا حبيبتي، حركي حركي يا ماما، حركي. ايه يا حبيبتي؟ قولي قولي قولي، ثواني. اتكلمي 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 يا حبيبتي. وفاء وفاء حاضر حاضر يا وفاء يا وفاء. ايه؟ طب خلاص 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 خلاص. ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ ايه دي ايه دي ايه دي يا حبيبتي؟ خلاص اتكلمي اتكلمي قولي. حاضر حاضر. طيب طيب عايزه ايه؟ حاضر حاضر. طب خلاص خلاص. طب اهدي ايه؟ طب نامي 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 يا حبيبتي، نامي 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 نامي. اهدي هدي اعصابك. طيب حاضر. طب اسمعي بس، اهدي اهدي بس يا حبيبتي، اهدي. الحمد لله الحمد لله. اهدي اهدي، وانا هبعت لك الممرضه عشان لو عوزتي حاجه، ماشي؟ بس اهدي اهدي، نامي لغايه ما اجيلك بقى. نامي يا حبيبتي نامي. انا هروح الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وفاء وفاء. في ايه يا حاج؟ ميادة ميادة حركت ايديها. ايه؟ حركت ايديها. ايه ده مين اللي اتحركت؟ ده قالت اسمك، اتكلمت. اسود. اقعدي اقعدي. قصدي ايه؟ الف نهار ابيض. عاوز اسمها ليل دي. ازاي حركت ايديها وازاي اتكلمت وازاي عملت كده؟ دخلت اطمن عليها لقيتها حركت ايه الاثنين، وراحت متكلمه. ده قالت اسمك 3 مرات. وفاء 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 3 مرات. حبيبتي 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 وبنت حبيبي حبيبتي وبنت حبيبي. هي الممرضه فين؟ نهار اسود. ايه؟ الممرضه راحت الصيدليه. احسن تعمل فيها في علاج ناقص ولا ايه؟ في علاج فبتجيبه. ايوه ايوه. طب انا هروح لها، انا هروح لها بسرعه. روح لها. خلي بالك من البنت لغايه ما اجيب لها الممرضه. خرابي، حركت ايديها وبتتكلم، يعني هتقول على كل حاجه. انا رحت في داهيه، انا كده خلاص الدنيا باظت. طب اعمل ايه؟ اخد بعد وامشي ولا اعمل ايه؟ لا انا لازم اطلع لها واتاكد بنفسي. واديها علاج. ايوه اكيد الممرضه ما ادتهاش العلاج. الله يحرقك يا شيخه. يا نهار ابيض، يعني البرشام ده طالع بيجيب خلل في الاعصاب وبيعمل شلل؟ يعني عشان كده استاذه مائده تعبانه؟ يعني انا كنت صح لما ما اديتهاش العلاج وشكيت؟ لازم اقول للولد. ايه يا بنتي؟ انا كنت جاي لك الصيدليه. ايه يا حاج علي؟ ايه العلاج اللي ناقص كنت رايحه تجيبيه؟ يا حاج علي الموضوع اكبر من كده بكتير. اكبر؟ ايوه اكبر من كده بكتير. يعني ايه اكبر؟ هفهمك دلوقتي. انا لما جيت ادي الانسه مياده بقت بتحرك ايديها وبتتكلم ونطقت. ايوه انا سمعت صوتها وشفت ايديها وبتتحرك. ما هو اسمعني يا حاج، ما هو ده بسبب اللي انا هقوله لك دلوقتي. دلوقتي صلي على النبي. دلوقتي مرات حضرتك كانت مدياني البرشام ده عشان اديهولها عشان خاطر العلاج بتاعها وكده. تمام. المهم بقى بنتك رفضت ان هي تاخد البرشام ده، وقعدت تقول لي لا 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 بيتعبني، وقعدت تعمل لي كده. فانا فهمت مراتك ان انا هديها البرشام، واخدت عينه من البرشام ورحت حللتها. التحليل بقى طلع ايه؟ بصي كده، ان البرشام ده بيعمل خلل في الاعصاب وبيعمل شلل وبيعمل اضطراب في المخ. انت متاكده ان انت ممرضه؟
انا انت عارفه متاكده. تقولي ايه؟ ايوه والله. انا مراتي بتخدم بنتي وتحت رجليها ليل ونهار. انا الكلام اللي انا بقوله لك ده على مسؤوليتي القانونيه. يعني ايه؟ يعني انا هثبت لك ان انا ما بكدبش عليك وان انا صح. هروح دلوقتي انت عايزه تقولي ان وفاء هي اللي بتأذي بنتي؟ ايوه يا حاج. مستحيل، انت بتخرفي. ارجوك يا حاج اسمعني. بقول لك ايه، الهبل ده انا مش عايزه. ارجوك هثبت لك. اسمعني، احنا هنطلع دلوقتي انا وانت قدام عينك هاخد عينه من الانسه مياده واقول لك روح انت حللها بنفسك. تمام؟ انت مالك بتتكلمي بثقه قوي كده؟ عشان انا متاكده. عشان بقول لك ايه، انا معايا برشامه اهي من العلاج اللي مراتك كانت بتديه لبنتك. خد شريط البرشام وطبق البرشامتين ببعض لو مش مصدقني والتحاليل مش مصدقها والعينه اللي هناخدها من بنتك مش مصدقها. صدق العلاج اللي موجود في بيتك. يعني ايه؟ يعني انا وفاء هي اللي بتأذي بنتي؟ والله يا حاج هي اللي يعني العلاج كان هيمشي صح؟ مش انت بتقول ان هي حركت ايديها؟ حركت ايديها واتكلمت. طيب ما عشان هي بقى انا ما اديتهاش البرشام ده. يعني البرشام ده اللي بيعمل فيها كده؟ ايوه يا حاج. معقوله؟ احنا كل مياده بنسيبها، كل وقت بيعدي علينا واحنا سايبين انسه مياده لوحدها في خطر على حياتها وممكن مراتك تديها اي علاج غلط. وفاء تعمل كده مع بنتي؟ ارجوك يلا نسحب العينه بسرعه ونلحق ليه؟ بنتك. ده انا مش مقصر معاه في اي حاجه. حول ولا قوه الا بالله. ارجوك يلا يلا بينا يا حاج بالله عليك يلا. يلا يا بنتي. يلا. بابا ايه ده؟ ده اللي بيقوله صح. انت بقيتي بتتكلمي بتقولي بابا وبتتحركي. ايه ده يا لهوي؟ لا 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 لا، انت ما ينفعش تسكت عليكي. لا 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 استني. اوعي افتحي بقك، افتحي خدي اشربي. ايوه كده. قال هتفوقي. قال ده انت عارفه يعني ايه تفوقي؟ يعني هتوديني في داهيه. يعني انا هروح في السكه اللي مش هعرف ارجع منها. العمر ده كله عايشه وصابره ومستنيه وفي الاخر انت تفوقي لي على الجاهز كده وتضيعي كل اللي انا عملته وكل الصبر اللي صبرته. لا يا حبيبتي، اما ابقى مضيكي ومضي ابوكي على كل حاجه ساعتها بقى ابقي فوقي براحتك يا غندوره. اهم حاجه ان محدش يعرف ان انا اديتك دواء. انا عايزه افهم انت فوقتي ازاي. هي الممرضه بتاعتك دي ما ادكيش الدواء ولا ايه اللي حصل؟ انا مش قادره افهم. لا 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 لا، اللي بيحصل ده كتير. انت بقى لازم كده يا حبيبتي تفوقي معايا وتصحصحي لي وتعرفي انك انت لازم تاخدي الدواء اللي انا بديهولك وبس، مش اي دواء تاني. فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ خليكي بقى مخموده كده زي ما انت. معلش يا ميدة، هحتاج اخد منك عينه بس هرجع لك تاني. ايوه تمام كده، خدت العينه. لازم اثبت لباباكي اللي هي بتعمله فيكي. حقك عليا. انا مش عارفه هو سايبك ازاي كده لوحدك لوحده لبني ادمه شبه كده ما عندهاش اي رحمه ولا دين ولا اي حاجه. معلش اصبري عليا والله لا هوريكي. ايه يا بنتي عملتي ايه؟ السلام عليكم يا حاج علي. انا بقول لك عملتي ايه؟ هحكي لك اهو. انا كنت في البيت ومراتك ما تعرفش ان انا كنت في البيت. شفتها بتدي ميادة برشام تاني بالغصب وبنتك ميادة يعني عماله تقول لها لا 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 والله وجعت لي قلبي يا حاج. المهم يعني ما علينا. انا جبت العينه. يلا بينا نروح على معمل تحاليل، اقرب معمل تحاليل نحللها. استني، انت عارفه انت بتتكلمي في ايه؟ يا حاج العينه هي في ايدي، انت بتتكلم في ايه؟ يلا بينا الاول نلحق انت بنتك. بتتكلمي في خراب بيوت. والله انا مستعده دلوقتي امضي لك اقرار على نفسي ان الكلام اللي بقوله ده كله صح. اصل انت كلامك ده لو طلع صح انت بتتكلمي في خراب بيوت، ولو كلامي غلط اقسم بالله ما هسيبك. يا حاج بالله عليك ارجوك الله يخليك قوم معايا. العينه اهي وبنتك موجوده. يلا بينا هروح كده شوفها. كده المعمل في الطريق. يلا بينا. اسمعي يا بنتي، قول يا حاج. انت هتروحي المعمل. اه انت بتقولي مش هياخد وقت صح؟ ايوه لا مش هاخد وقت، العينه بتطلع في اقل من ساعه. طيب انا هستناك عند البيت، هاتي النتيجه وتعالي عشان مش هخش من غير النتيجه دي. طيب تمام حاضر. بس عارفه لو ما جيتيش وكان ده كله حوار
انت هتزعلي مني جامد قوي. لا لا ما تقلقش، والله العظيم عيب يا حاج. بقول لك انا ممكن الموضوع ده لو امضي لك، صح ده فيها خراب بيوت. والله ممكن امضي لك اقرار دلوقتي على كل كلمه بقولها لك. ايه اقرار؟ هعمل بام الاقرار ايه؟ انا عاوز بس النتيجه. طيب انا هثبت لك ان انا كل كلامي صح. ممكن تسيبني اروح المعمل وارجع لك؟ ماشي هستناك بعد عند إذنك. البيت. ماشي بعد اذنك. يا رب تطلع صح. اطلع بيت بقى يا بنتي، كده العلاج غلط والعلاج الصحي يقومها بالسلامه يا رب. ايه ده؟ ايه يا ليل رايحه فين؟ استاذ عبد الرحمن مش رايحه في حته. طب وماشيه ليه بالليل كده متاخر؟ يعني ما كنت كلمتني كنت جيت وصلتك بعربيه. بقول لك ايه يا عبد الرحمن، لو تسمح لي طبعا اقول لك يا عبد الرحمن. اتفضلي. انا بصراحه من ساعه ما الحوار اللي حصل ده وزعقت معانا معجب بيك يعني. يا عبد الرحمن اسمعني، انت ازاي سايب والدتك تعمل في اختك كده؟ مش حرام عليك؟ اختك دي اختك اللي انتوا ظالمينها، ووالدتك بتعاملها معامله الكلاب يا عبد الرحمن. استنى بس، انت عرفت الكلام ده منين؟ شفت بعيني، انا مش محتاجه حد يقول لي، انا شفت والدتك وهي بتعذبها وبتديها العلاج بالعافيه. بقول لك ايه يا عبد الرحمن، هو انت كنت تعرف ان العلاج اللي اختك بتاخده ده بتاخد علاج بيعمل خلل في اعصاب الجسم كلها وبيعمل شلل وبيعمل اضطراب في المخ؟ لا. كنت تعرف ولا ما تعرفش؟ امه كانت مفهمانه ان هي بيهمدها بس. يا عبد الرحمن حرام عليك، اختك بتتدمر. هي دي مش من حقها ان هي تعيش حياتها زيها زيك؟ مش من حقها ان هي تتجوز ويبقى ليها بيت وعيال؟ بص لي بعد اذنك، هو انت مش نفسك ان انت كمان تتجوز ويبقى ليك بيت وعيال؟ ليه بتحرموها من حقها في الحياه؟ ليه؟ حرام عليكم. انا بصراحه يا ليل انا اعجبت بيك قوي وبالذات كمان ده انت طلعت بنت بنت حلال يعني. بص يا عبد الرحمن، وانا كمان معجبه بيك ومش هنكر، بس انا مش هبقى معاك غير اما تساعدني ان احنا نخلي ميادة كويسه. ايه ده؟ يعني انت معجبه بيا؟ ايوه معجبه بيك، وعندي استعداد كمان ان انا اكون معاك. بص. بس ميادة اهم من اي حاجه. وانا عندي استعداد يا ليل اتغير عشانك. شوف انت عايزه انا اعمل ايه وانا هعمل. عايزك تساعدني وتحط ايدي في ايدك. بص يا عبد الرحمن، بس امي. عبد الرحمن اللي بيخاف من الحق بيبقى شيطان اخرس. صح. وانت المفروض ما تخافش من الحق. صح. ودي اختك ومن دمك ومن لحمك. صح. وعايزه اقول لك على حاجه، انا عملت تحليل عينه للمياده، وتحليل العينه ده بيثبت ان فعلا ان العلاج اللي والدتك بتديهولها بيعمل لها خلل وشلل، وممكن كده تفضل كده طول العمر. انت لا. تعرف ان والدتك ممكن كده تتحبس؟ يعني امه كانت بتديها العلاج اللي كان بيدمر القسوه دي؟ ايوه، مياده اختك متدمره بسبب الزفت اللي هي كانت بتاخده. وكانت مفهمانه ان هو منوم بس بينيم. المهم الاهم من اي طلعت حاجه، الموضوع اكبر من كده. ايوه الموضوع كبير يا عبد الرحمن، الموضوع كبير قوي قوي قوي. انت تعرف ان انا عملت تحليل للبرشام اللي امك بتديهولها، وخدت لها عينه دم. بص يا ليل، انا بجد كلامك اثر فيا، وانا فعلا انا كنت غبي قوي مع اختي. المفروض اقف جنبها واخليها تتحسن. بس تحرمها انا من حقوقها في الحياه يا عبد والله. الرحمن. انا ندمت على اللي فات ولا انا عملته كله. لازم تندم، عشان انت لو ما ندمتش صدقني هتتصاب بس بطريقه تانية، وهتلاقي اللي يعمل فيك اللي انت عملته فيك. لا هنروح من ربنا فين؟ انا مش عايز كده. انا خلاص تبت ورجعت لله. بجد يا عبد الرحمن انت هتساعدني؟ ايوه انا هساعدك وهقف يبقى جنبك. لازم تحط ايدي في ايدك وفي ايد باباك. باباك دلوقتي انا رايحه له بالعينه اللي هتثبت له ان والدتك. بس سيبك من ده كله بقى، انا عايز اقول لك على حاجه بعد اذن حضرتك يعني. اتفضل. لو تسمحي لي يعني يا دكتور بعد اذنك، تقبلي تتجوزيني بعد ما مش هعمل اي حاجه معاك غير لما اشوف ميادة واقفه على رجليها وانا وكويسه. مش هنعمل كده طبعا لما نوقفها على رجليها وتبقى كويسه وانا معاكي وفي ظهرك. وانا ندمت على اللي انا عملته مع اختي. ندمت بصراحه وندمان على اللي انا كنت. انت تعرف ان انا لما مسكت تليفونها لقيت حد بيبعت لها رسائل ان هو نفسه يطمن عليها ونفسه يشوفها ويكون جنبها. حرام عليكم يا ناس، اتقوا لا ربنا. اله الا الله، لا اله الا الله. بلاش تحرموها من حقها في الحياه. بص انا بص يا ليل، انا طبعا رحت بنت ناس وكويسه. انا هقف جنب حضرتك يا دكتور وشوف انت عايزه ايه. ما تقوليش بقى يا دكتور، قول لي يا ليل. حاضر يا استاذه ليل. برضه استاذه قول لي يا ليل. يا ليل. طب يلا بينا بقى عشان والدك مستني عند البيت. حاضر. اتخمدي بقى، عرفتيني في عيشتي ايه؟ رايحة جاية اوديكي هنا واوديكي هنا. لا ده اللي بيحصل ده كتير. انا مش هينفع اديك برشامة واحدة، لا 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 لا، انا لازم ازود الجرعة. ايوه لازم ازود الجرعة، لازم اديك 2 أو 3 مع بعض، يمكن تخلصي وتغوري في 60 داهية وتخلصيني من اللي انا فيه ده. انا تعبت بقى، تعب اعصاب وضغط، ويا ترى هتكشف ولا لا، ويا ترى هاخد الفلوس ولا لا، ويا ترى ايه اللي هيحصل، ويا ترى علي لما هيعرف هيعمل فيا ايه. وانتي كل اللي عليه وقعدانه على الكرسي وبس على كده، ما منكيش اي فايده. احسن حاجه دلوقتي هروح اجيب البرشام واديك 2 أو 3، يمكن ما تقوميش خالص.
حاج علي ايه يا بنتي؟ حاج علي. اتفضل، دي التحاليل. ما تستغربش، انا حكيت لعبد الرحمن على كل حاجه. بتتكلم صح. هو عارف ان والدته كانت بتديها البرشام، بس ما يعرفش ان هو كان بيسبب كل ليه ده. بتتكلم صح يابا؟ ازاي؟ زي الناس كده. انا بصراحه انا كنت مخبي عليك كل ده. انا كنت بشوف امي وهي بتعمل كده فعلا. وما قلتليش ليه؟ كنت خايف. انت تساعد على تعب اختك للدرجه دي؟ طب اصبر. اصبر ايه؟ هو مش فاهم ده مش فاهم. انا ما كنتش فاهم اللي انا ما كنتش عايز اتسرع يعني. انت عارف انت عملت ايه؟ ايه؟ انت عارف انت عملت ايه؟ ليه كده طيب؟ ليه كده يابا؟ ليه كده؟ عيب مش كده. خلاص يا بابا يا حاج بالله عليك. انا كنت مفكر ان هي بتديها البرشام بتاعها. هو اكتشفت بعد كده لما قريت البرشام شوف وقلت التحاليل يا لامي، حاج، قالت لي ما تقولش لابوك حاجه. تحاليل العينه. وامي كدبت عليا وقالت لي ان انا مش فاهم حاجه من التحاليل دي. هو تحاليل العينه بتثبت ان بنتك لسه اخده جرعه علاج من ساعتين تقريبا، اللي بتعمل خلل وشلل في المخ اهي. يا حاج بالله عليك يلا نطلع نلحقها، مراتك زمانها مستفرده بيها. يلا بينا تعال. انا كان مالي. انا كنت المفروض كنت قلت له، ما انا غبي. هيقعد بقى بعد ما اخرج هيقعد ظروف فيا لا بس انا مش هقعد معاه، انا هخرج. استني عندك بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه في البيت؟ علي بتاخد العلاج. بتديها ايه؟ وريني العلاج ده. هات لي العلاج ده. يبقى الكلام اللي اتقال عليك كله صح. كلام ايه؟ ايوه صح. ايوه العلاج اللي انت بتديه المعده بيعمل لها اضطراب وخلل في الاعصاب. هو اسم العلاج اسم العلاج في التحليل اهو. بقى كل السنين دي بتغشيني وبتعذبي بنتي وتديها غلط. وكانت بتكذب عليا وتقول لي ان هي بتديها برشام ومنوم وهو مش كده اصلا. انت مش فاهم حاجه. انت اللي كنت بتعمل كده. بقى انت اللي بتاذي بنتي الاذى ده كله. بس احنا عرفنا بس خلاص ما تخافيش يا حبيبتي. خلاص ان شاء الله هتخف، ان شاء الله هتخف وتقوم بالسلامه. عشان هي عارفه ان انت اللي بتاذيها. وانتي انا مش عايز اشوف وشك تاني في البيت. يا علي ده انا بساعدها يا علي. ده انا انتي طالق. امشي بره. بتطلعني بره بيتي وبره حياتي. بعد العمر ده كله بترميه. عمر ايه وعلى غش؟ معيش انا على غش وانا اقول دي مراتي مخليه بالها من بنتي. طب خلاص حرام عليك كل ده عشان مش بنتك. اخر مره مفيش اخر مره مش هعمل مفيش. كده تاني يا ما علي. تقعدهاش يابا. اطلعي بره يا واد انت معايا ولا ضدي؟ يا اطلعي بره علي. خلاص يا مش واد. طايق. يا علي حرام عليك يا علي، ده سنين عمرنا يا علي. سنين عمرنا على غش، سنين عمرنا على ضياع واهمال. دي شبه الملايكه. ده انت ما عندكيش ضمير. ايوه انا بطلقها. أيوة. ومشيها. يلا طلقها. هي اللي كانت مدمراها اختي. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا بابا بقى، ولا يا حاج ولا اي حاجه، المهم ان هي بقت احسن وكويسه. الحمد لله. المهم بنتك دلوقتي لازم تروح تتحجز في مستشفى عشان البرشام اللي في جسمها يطلع. بقول لك ايه بص يا بنتي انا اطمنت لك، اعملي الصح، اهم حاجه الاقيها ماشيه على رجليها وماشيه. حبيبتي تسلمي لي حبيبتي. الله اكبر الله اكبر. ان شاء الله هتقومي بالسلامه يا حبيبتي، مش هسيبك الا وانت راجعه على رجلي. يلا بنتي عروسه واقفه كده جنب عريس. يلا ساعد اختك يا اطلب ابني، الإسعاف ساعد يا اختك. دكتور بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يا عبد الرحمن لازم ده بيبوظ الاعصاب. ماشي. والله ده انا اللي اعصابي باظت منك. اطلب الاسعاف يا عبد الرحمن. معلش يا بنتي بس هاتي الإسعاف؟ البرشام ده اتفضل. والتحليل دي بعد اذنك. معلش انا مش عايز حد يعرف عن موضوع التحليل ده كده حاجه. ولا كده اما تروح المستشفى يعملوها تحليل ويسالوا مين اللي كان بيديه. الو. لا مش عايز حد يعرف. الاسعاف معايا؟ خلاص ثواني يا عبد الرحمن. مش عايز حد يعرف بالله عليك. حاضر ماشي. خلاص ماشي. يلا ساعدهم وهاتهم اختك يلا عشان ننزل على المستشفى. ماشي خلاص الغي الاسعاف. سلام. بقول لك ايه يا دكتور، احنا هنروح فين دلوقتي؟ نوديها المستشفى؟ ايوه يعني هي هتبقى تمام يعني يا ليل؟ ايوه هتبقى تمام يا عبد الرحمن ان شاء الله. هي بس هتاخد فتره علاج قليله وان شاء الله خير. انا كنت عايز افتح ابويا في موضوعنا بس مش وقته خالص. طب يلا الاول نستنيتها الاول وبعد كده نطمن عليها وتبقى فاتحه في الموضوع. يلا بينا. انا مبسوط عشان بصراحه مبسوط جدا ان انت اتجوزنا وانا يا عبد الرحمن مبسوطه قوي ومش مصدقه نفسي. بس يا رب بس عمليه ميادة تكمل على خير عشان نبقى فرحتنا واحده. ما هو ابويا خدها وسافر بره وان شاء الله العمليه تنجح ان شاء الله. يا رب يا مطمني عبد اللي هي الرحمن. مطمني اللي هي بقت احسن ان شاء الله يعني. عارف انا خايفه العلاج ده يسيب لها مضاعفات، بس ان شاء الله هتبقى سليمه باذن الله. لا بس بقول لك انت مش هتنزلي تشتغلي تاني الممرضه ولا الكلام ده تاني ها؟ ميادة الحمد لله على السلامه. ايه ده الف مبروك يا حبيبتي. ايه ده احنا بقينا بنمشي وبنتكلم. مبروك يا عم مبروك. الفضل كله يا بنتي يرجع لك.
حبيبتي يا ميادة، ميرسي جدا. ما تقولش كده يا عم. ده انت اللي الحمد لله على سلامتك. اقعد اقعد لا احنا المفروض نزرغط بقى ولا ايه؟ اقعد اقعد. اتفضلوا اتفضلوا. الف مبروك. اقعد يا حبيبي. الله يبارك فيك يا عم. الف الحمد لله على سلامتك يا ميادة. الله يسلمك. هوا يا ميادة كويس ان ثواني. انت واقفه على رجلك يا حبيبتي. انت بخير؟ الحمد لله. آه، العلاج اللي كانت بتاخده الحمد لله ما سابش اثر، والحمد لله رب العالمين مشيت ورجعت طبيعتها تمام. انا مش عارفه اشكرك ازاي ان انت انقذتي لي حياتي بسببك وقفت تاني على رجلي. هي بس قالوا مع الوقت ان شاء الله. ميادة ده فضل ربنا، وبعدين انت شويه كده وهتبقي تمام. وبعدين يا ستي احنا عايزين نفرح بيكي بقى المرحله الجايه، ولا مش ناويه تعمليها زي انا وعبد الرحمن؟ ان شاء الله ان شاء الله قريب. بس عايزه اقول لك على حاجه يا عمي، الله يكون في عونك بصراحه. من عبد الرحمن؟ بجد ده جنني اقسم بالله. ده عبد الرحمن ده النسمه بتاعت العيله. الله يخليك. هو احنا جبنا غير عبد الرحمن؟ لازم ان الكسوف ده قدام ابويا يعني. عارفه عبد بعدين الرحمن ايه ده؟ المشكله يعني؟ عبد الرحمن ده انا بحس كده ان هو الايه، الحته لما ابص لها ان انا برتاح نفسيا. لا ما انا لقيت حد اشتكي منه نفسيا. خلاص. نفسيا يا حاج. ليه بقى؟ ليه بقى؟ احنا بنبقى في عالم وهو في عالم لوحده تاني. بجد؟ لا عالم والله. تاني. لاحظتها دي يا عمي على فكرة. بيحسسني ان انا لما ببص له يا سلام. اصل انا يا حاج ما بعرفش اركز في حاجتين زي بعض.